دخلنا المكتب وفتشنا كل شبر فيه، وقدرنا نجمع كل الملفات والأوراق اللي كانت معاه. طيب فين مذكراتي؟ دي أهم حاجة. ما تقلاش يا سيد بن جوريون، مفيش ورقة في المكتب إلا وجبناها، وهو دلوقتي بيتحقق معاه جوه مبنى الموساد. عظيم جدا، كده بقى كارت محروق عند المخابرات المصرية. بس بصراحة ما كنتش أتوقع إن المصريين يعملوا كده. معقولة إسرائيل بيير اللي كنت بعتبره واحد من أبناء الكيان يطلع جاسوس وخاين؟ أنا قلتلك قبل كده يا سيد بن جوريون إن الولد ده لا ليه أصل ولا فصل، وإنت كنت دايما بتدافع عنه. اللي حصل حصل، والولد ده لازم يتعدم فورا. بس يا ترى إيه علاقة الجاسوس ده بالمخابرات المصرية؟ وليه ديفيد بن جوريون كان عايز ينتقم منه؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. بتبدأ قصتنا سنة 1938 لما شخص اسمه إسرائيل بيير وصل لميناء حيفا واستقر في فلسطين المحتلة. ولازم تعرفوا إن في الوقت ده إسرائيل ما كانتش لسه احتلت فلسطين، بس كان باين كده إن في نية لاحتلال قريب، وإن بريطانيا هي اللي كانت محتلة فلسطين. وبيير أول ما وصل لفلسطين راح على طول انضم لعصابة اسمها الهجانة، ودي كانت عصابة صهيونية شغلتها الأساسية إنها تضرب وتضطهد الفلسطينيين. وبيير كان معروف بجبروته وقسوته، وكان بيكره العرب خصوصا الفلسطينيين، وكانت جملته المشهورة دايما اضرب وبعدين فاوض. وده بيوضح لنا قد ايه هو كان شخص ظالم وقاسي، وولاؤه للكيان المزعوم كان باين وواضح من أول يوم، لدرجة إنه كان بيكتب منشورات حماسية ويوزعها على كل أفراد العصابة بنفسه. وساعتها كل اللي حواليه كانوا مبهورين بيه، وخصوصا بن جوريون اللي بقى رئيس الوزراء فيما بعد. بن جوريون كان شايف إن بيير واحد من أهم الناس اللي عندهم، لأنه كان فاهم كويس أوي في شغل الحروب والقتال، وعنده خبرة كبيرة في التعامل في وقت المعارك، وكمان بيتقن أكتر من لغة. والأهم من ده كله إنه مؤمن جدا بفكرة الدولة الجديدة. عشان كده نشأت علاقة صداقة قوية بين بن جوريون وبيير. وبيير فضل يقدم خدماته لليهود بكل طاقته لحد ما قدر يوصل لمركز كبير جوه النظام، وبقى نائب رئيس العمليات في جيش الدفاع. وفي سنة 1948 شارك في الحرب ضد الجيوش العربية. ولما بن جوريون بقى رئيس وزراء ما قدرش ينسى صاحبه، وراح معينه في واحد من أهم المناصب في الدولة الجديدة. وفي يوم من الأيام بن جوريون عمل اجتماع مهم، وحضروا كل الوزراء وقادة الجيش، وكان من ضمن الحضور موشى ديان، واللي وقتها كان قائد الجيش في المنطقة الجنوبية. وكمان كان موجود أيسر هرائيل، واللي بقى فيما بعد رئيس جهاز الموساد. وعاوز أقول لكم إن الاتنين دول بالذات ما كانوش طايقين إسرائيل بيير، وكانوا شايفين إنه شخص ولا ليه أصل ولا فصل، وما يستحقش كل المكانة ولا المناصب دي كلها. وفي الاجتماع بن جوريون قال لهم: أنا جمعتكم النهاردة عشان أعين مستشار للأمن القومي في إسرائيل، وهو دلوقتي موجود بينكم. وطبعا في اللحظة دي كل الموجودين كانوا متحمسين وعايزين يعرفوا مين هو اللي هياخد منصب من أهم المناصب في الدولة. وكل واحد من الموجودين كان متخيل إنه هو اللي هيكون في المنصب ده، لأنهم شايفين إنهم قدموا خدمات كبيرة لإسرائيل والجيش الدفاع. ولكن بن جوريون صدمهم وقال لهم: أنا قررت إن أدي المنصب ده لإسرائيل بيير. وأول ما قال الجملة دي موشى ديان وهرائيل وشهم قلب ألوان، وكان باين عليهم إنهم معترضين ومش عاجبهم الكلام. وفعلا موشى ديان ما قدرش يمسك نفسه وقال: أنا شايف إن المنصب ده حساس وما ينفعش نديه لشخص ما نعرفش أصله، وفي غيره كتير من القادة والوزراء قدموا خدمات كبيرة للكيان وكانوا شايفين إنهم أحق بالمنصب ده. بس بن جوريون رد بكل حسم وقال: أنا رئيس الوزراء، وأنا اللي أحدد مين ياخد المنصب ومين لأ، وبعدين أنا بثق فيه، ولو ما كنتش شايف إنه قد المسؤولية ما كنتش اديته منصب مهم زي ده، ولا كنت أطلعته على ملفات سرية بالخطورة دي. وبعد الكلمتين دول عم الصمت على المكان، ومفيش حد قدر يتكلم ولا يعترض، وانتهى الاجتماع وكل واحد راح على مكتبه. لكن هرائيل كان ذكي جدا، رفض انه يتكلم او يعترض. ولما خرج من غرفة الاجتماع أخد عهد على نفسه وقال إنه لازم يبحث في تاريخ إسرائيل بيير ويعرف إنه جالهم من أنهي مصيبة. وبالفعل هرائيل ومعاه موشى ديان حاولوا بكل الطرق إنهم يعرفوا أي معلومة عن بيير، لدرجة إنهم وكلوا أشخاص يراقبوه 24 ساعة، ولكنهم ما قدروش يوصلوا لأي معلومة. واضح إن إسرائيل بيير ما كانش سهل، وكان واخد احتياطاته كويس. وحتى بعد ما هرائيل بقى رئيس للموساد سنة 1952
وبقى عنده صلاحيات أكتر من الأول، ما وصلش لأي حاجة تدين إسرائيل، واستمر الوضع على كده لحد سنة 1957. وزي ما كلنا عارفين الوقت ده كانت مصر لسه خارجة من حرب العدوان الثلاثي، واللي شاركت فيها إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، وعشان كده المخابرات المصرية كانت عينيهم في كل مكان، وكل القادة العسكريين في إسرائيل كانوا تحت المراقبة، وخصوصا القادة اللي بيسافروا لأي بلد من التلاتة. وفي يوم من الأيام إسرائيل بيير كان في زيارة لفرنسا، وطبعا المخابرات المصرية كانت ماشية وراه خطوة بخطوة، وده لأنهم هم كمان كانوا شاكين فيه. أصل مش معقول شخص يتحول من مجرد مهاجر يهودي عادي لواحد من أهم 5 أشخاص في إسرائيل، وكمان في كام سنة بس وصل لمنصب كبير جدا وبقى مستشار الأمن القومي. أكيد الحكاية فيها إن، وبالفعل شك المخابرات المصرية كان في محله، لأنهم لاحظوا إن بيير بعد زيارته لفرنسا اختفى شوية من غير ما حد ياخد باله، وراح على مكان محدد وقابل هناك واحد اسمه هاري جاسون. وده يطلع مين كمان؟ قالك ده معروف عند المخابرات المصرية بإنه عميل سوفيتي. وإسرائيل بيير أول ما شافه خرج من شنطته ملف وسلمهوله وبعدها اختفى. فيا ترى إيه اللي بين بيير والعميل السوفيتي؟ وإيه الملف اللي سلمهوله؟ الأسئلة دي كلها كانت بتدور في عقل شخص واحد بس، وهو فؤاد حسين صائد الجواسيس. الراجل ده بصراحة هو الوحيد اللي كشف ملف إسرائيل بيير، عشان كده عمل اجتماع فورا مع رجال المخابرات وحكى لهم كل التفاصيل. ومن اللحظة دي المخابرات المصرية خدت موقف وقررت إنها تفتح ملف إسرائيل بيير بالكامل، لأنهم كانوا عايزين يعرفوا بأي طريقة مين الراجل ده أصلا، ودخل إسرائيل إزاي، وإيه علاقته بالمخابرات السوفيتية. وبعد فترة من البحث والمتابعة قدروا يوصلوا لمعلومات خطيرة جدا. وهنا كانت المفاجأة، إن إسرائيل مطلعش إسرائيل، طلع شخص نمساوي من أصول كاثوليكية، أبوه مسيحي وأمه يهودية من أصول سوفيتية. واتضح إن كل الورق اللي قدمه لما هاجر لفلسطين المحتلة كان متجهز من الاتحاد السوفيتي، وإنه ليه مجموعة أسامي حركية ومحدش يعرف هو مين بالظبط. وده معناه حاجة واحدة بس، إن إسرائيل طلع جاسوس وبيشتغل لحساب السوفيت. ومش الموساد بس اللي ابتلعوا الطعم، ده ديفيد بن جوريون شخصيا هو اللي ابتلع الطعم. ولما المخابرات المصرية عرفت كل التفاصيل دي قالوا لازم نستغل اللي حصل ده لصالحنا، لأن واحد بالمكانة دي وعنده كم الأسرار دي كلها عن الدولة ما ينفعش نسيبه يعدي كده بالسهل، لازم نعرف نستفيد منه كويس. وفي وسط الاجتماع اللي تم بين رجال المخابرات المصرية بعضهم قال احنا نتواصل مع إسرائيل ونواجهه ونقول له بصراحة احنا كشفناك وعرفنا كل حاجة عنك، وما بقاش قدامك غير حل من 2، يا إما تتعاون معانا وتسلمنا كل الملفات العسكرية اللي عندك، يا إما احنا هنبلغ عنك الموساد، وساعتها هم اللي هيتصرفوا معاك بطريقتهم. ولكن الفكرة دي ما عجبتش أغلب الموجودين، وخصوصا صائد الجواسيس فؤاد حسين. قال لهم شخص زي بيير مش هيجي بالطريقة دي، وكمان الفكرة دي فيها خطورة علينا لأننا ما نضمنش إيه رد فعله. رجال المخابرات قالوا طيب وإيه العمل؟ إحنا محتاجين ثغرة واحدة ندخل له منها. فؤاد حسين قال لهم أنا من خلال مراقبتي ليه لاحظت حاجة مهمة، وهو إنه شخص بيحب الشرب وبيحب النساء لأبعد حد، وعشان الحاجتين دول مستعد يعمل أي حاجة. وهنا رجال المخابرات عرفوا إنهم عشان يجندوه ويستفيدوا منه لازم يلعبوا على نقطة ضعفه ويجيبوا له واحدة ويجندوها لحسابهم. ولكن مين هي الواحدة دي؟ وبعد فترة من البحث والتفكير أخيرا قرروا يختاروا واحدة اسمها ماريا. وماريا دي كانت حكاية لوحدها، واحدة فرنسية من عيلة غنية جدا، وجوزها كان رجل أعمال معروف وليه اسم كبير في المجتمع هناك. ولكن في يوم من الأيام جالها خبر إن جوزها اتقتل، واللي قتله هو صديقه اليهودي، وما اكتفاش بقتله، سرق كل فلوسه وثروته وبعدها هرب على تل أبيب. وفي الحالة دي ماريا بقت على الحديدة، وصل بيها الحال إنها كانت بتلف على كل الفنادق الرخيصة، تبات هنا يوم وهنا يوم لأنها ما كانش عندها مكان تقعد فيه. وحاولت كتير إنها تسترد فلوسها وفلوس جوزها، لدرجة إنها سافرت لتل أبيب ورفعت أكتر من دعوة قضائية، وكمان نشرت قصتها في الصحف والمجلات لعل وعسى حد يساعدها. ولكن لا حياة لمن تنادي. ماريا زي ما راحت زي ما جت، وما قدرتش تاخد أي جزء من فلوسها. ومن حسن حظها فالمخابرات المصرية عرفت بموضوعها، وكانت هي الطعم اللي هيصطادوا بيه إسرائيل بيير. عشان كده تم استدعاء رأفت الهجان، وتمت المقابلة بينه وبين فؤاد حسين في باريس. وزي ما كلنا عارفين
رأفت كان جاسوس مصري وكان مقيم في تل أبيب، وكان بيملك شركة هناك، يعني علاقاته كانت متعددة وبيعرف ناس أشكال والوان. فؤاد حسين قال له إحنا محتاجين منك تتعرف على ماريا، هي حاليا موجودة في تل أبيب لأنها بتحاول تسترد فلوسها بأي طريقة، وما عليك غير إنك تقرب منها وتخليها تثق فيك لحد ما تحكي لك مشكلتها، وبعدها أنت تقول لها إنك هتدلها على الشخص اللي هيحل لها المشكلة ويرجع لها فلوسها. ولما تسألك مين هو الشخص ده هتديلها العنوان اللي هنقولك عليه، وتطلب منها إنها تسافر باريس عشان تقابله، وسيب الباقي بقى علينا. يعني بمعنى أصح أنت هتظبط لنا معاها مقابلة بدون ما تحس. وفعلا رأفت الهجان اتعرف على ماريا وكان لطيف جدا معاها، لحد ما يوم بعد يوم ماريا وثقت فيه وحكت له على المشكلة اللي بتعاني منها، وطلبت منه إنه ينصحها تعمل إيه وترجع فلوسها إزاي. رأفت قال لها أنا هدلك على اللي هيرجع لك فلوسك، وادالها العنوان اللي في باريس، وقال لها هتقابل الشخص ده وانت هتفهمي كل حاجة. وطبعا ماريا كانت زي الغريق اللي بيتعلق في قشاية، وخدت بعضها وسافرت على باريس، وبالفعل قابلت شخص وعرفها على نفسه إنه من المخابرات المصرية، وقال لها احنا عاوزين نساعدك ونرجع لك فلوسك. ومش بس كده، ده كمان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بنفسه هو اللي هيحل لك مشكلتك، يعني فلوسك راجعة. ماريا ما كانتش فاهمة معنى الكلام ده، ولكن الشخص وضح لها وقال لها احنا هنظبط لك ميعاد عشان تقابلي إسرائيل بيير، ودورك انك تخليه يتعلق بيكي ويحبك، وقتها هينفذ لك كل طلباتك. ماريا قالت له ايه المقابل؟ قال لها احنا عاوزينك تصور لنا كل الصور والخرائط والتقارير اللي معاه، وده ممكن يتم بسهولة لو قدرت توقعيه في حبك، ولكن خدي حذرك، إياك تحاولي تتواصلي معانا، وكل اللي عليكي إنك تجمعي المعلومات والصور في أفلام وتسافري لباريس وتروحي لاستديو معين هنقولك عليه وتسلميهم للبنت الموجودة هناك. وفعلا ماريا وافقت وبدأت في مهمتها، والمخابرات المصرية قدروا إنهم يجمعوها بإسرائيل بيير، وبعد فترة قصيرة اتعرفوا على بعض، وإسرائيل وقع في حبها وأجر لها شقة في تل أبيب، وهي حكت له مشكلتها، وفي خلال 3 شهور قدر إنه يرجع لها كل فلوسها وثروتها بالكامل، وده عشان يثبت لها قد إيه هو واصل ويقدر يعمل أي حاجة. والحقيقة ماريا كانت قد الاتفاق، وحتى بعد ما وصلت للي هي عايزاه كملت في مهمتها، وبيير كان كل يوم بيروح لها الشقة ومعاه شنطته اللي ما بيسيبهاش من إيده واللي جواها كل المعلومات المهمة، وماريا بدورها كانت بتقدم له الكحوليات لحد ما يروح في النوم، وبعدها تخرج الكاميرا وتصور كل الأوراق وتجمعهم وتسافر لباريس وتسلمهم للبنت اللي قالوا لها عليها. واستمر الوضع ده فترة طويلة جدا، والمخابرات المصرية قدروا يوصلوا لأغلب الأسرار العسكرية، وكمان قدروا يعرفوا حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وفي الوقت ده أيسر هرئيل كان مازال بيفتش ورا بيير وعاوز يعرف أي معلومة عنه. وعلى الجانب الآخر إسرائيل بيير علاقته كانت بتقوى برئيس الوزراء بن جوريون لدرجة إنه استأمنوا على مذكراته بحجة إن إسرائيل بيير هيكتبها ويسجلها، لحد ما في يوم من الأيام المخابرات الأمريكية تواصلت بأيسر هرئيل وقالوا له معلومة في منتهى الخطورة. بلغوه إن في عميل بولندي وصل للمخابرات الأمريكية وقال لهم إن في عميل سوفيتي موجود في إسرائيل، ومش بس كده، ده كمان تبع صفوة المجتمع وفي منصب مهم جدا، ولكنه ما يعرفش أي معلومات عنه غير اسمه الرفيق كورت. هرئيل كان متأكد إن الرفيق كورت هو إسرائيل بيير، ولكنه ما يقدرش يصارح بن جوريون ولا أي حد في الحكومة، لأنه ببساطة لا يملك أي دليل يدينه، وكل اللي يملكه مجرد معلومات. عشان كده هرئيل قرر إنه يكثف المراقبة حوالين إسرائيل بيير. وفي يوم من الأيام إسرائيل بيير سافر لألمانيا الغربية لأنه كان بيدي محاضرات أمنية هناك، واللي حصل إنه بعد ما خلص محاضراته تسلل لألمانيا الجنوبية بدون ما يبلغ الأجهزة الأمنية، وكان بيتسحب كأنه عامل مصيبة. وبعد ساعات رجع مرة تانية لألمانيا الغربية، وبعدها رجع لتل أبيب. وطبعا الكلام ده كان وصل لأيسر هرئيل، واللي أمر المراقبين بمتابعة كل تحركاته لحد ما يقدروا يمسكوا عليه دليل واضح. والمشكلة إن كل مرة هرئيل يحاول يفاتح بن جوريون في الموضوع، بن جوريون كان بيقول له أنت زودتها قوي، ولازم تعرف إن بيير صديقي، ومش بس صديقي، ده واحد من أهم مؤسسي الكيان الصهيوني، وإن من غير أفكاره وخططه كان صعب يوصلوا لكل اللي حققوه. بمعنى صح، بن جوريون كان بيثق في إسرائيل بيير ثقة عمياء، وكان شايف إن أيسر هرئيل وموشا ديان حاطينه في دماغهم بدون سبب. بس في ديسمبر سنة 1960
تم رصد بيير في فرنسا وهو مع العميل السوفيتي، والمرة دي اترصد من الموساد الإسرائيلي. ومش بس هو اللي اترصد، دي كمان ماريا عشيقته تم رصدها وهي بتروح لاستديو معين في باريس، وبتسلم البنت الموجودة هناك ملف. بس ايه اللي موجود داخل الملف ولصالح مين محدش يعرف، ولكن هارائيل كتم على الموضوع لحد ما يلاقي حل. واستمر الحال على كده لحد يوم 28 مارس سنة 1961. في اليوم ده إسرائيل بيير اتراقب وهو خارج من شقته في تل أبيب، وكان شايل شنطة باين إنها مليانة أوراق. مشي شوية لحد ما وصل مقهى معين وقعد على ترابيزة لوحده، وفي لحظات جه شخص غريب وقعد جنبه. العجيب إن ولا واحد فيهم نطق بكلمة، بس بعد دقايق الراجل أخد الشنطة ومشي بهدوء. أما بيير رجع لشقته كأن مفيش حاجة حصلت. وفي نفس الليلة قبل الفجر بشوية عربية وقفت قدام العمارة، ونزل منها شخص واتجه ناحية شقة إسرائيل بيير. والغريب بقى إنه كان شايل نفس الشنطة اللي كانت مع بيير في القهوة. وطبعا أول ما هارائيل وصلته المعلومة دي قالك بس لازم أبلغ بن جوريون، وراح حكاله كل الشكوك اللي بتدور في دماغه، وقال له بصراحة إسرائيل بيير مش بريء، وأنا ورا الموضوع ده لحد آخره. وطلب منه يقتحم شقته لأنه متأكد إن وراه مصيبة. بن جوريون في الأول اتعصب عليه وقال له أنا حذرتك أكتر من مرة، سيب الراجل في حاله. ولكن هارائيل كان مصمم على موقفه وقال له أنا لازم أثبت لك إن كلامي كان صح. بن جوريون قال له لو كلامك ده طلع كذب أنا هحبسك مدى الحياة. وبالفعل هارائيل خرج بنفسه مع قوة أمنية واتجه على شقة بيير. ولما فتح الباب كانت الصدمة، لقوا كمية رهيبة من الأوراق والوثائق السرية، وكان من بينهم ورق مكتوب عليه سري للغاية وتقارير تفصيلية عن مصانع السلاح التابعة للكيان ده، غير أوراق شخصية جدا من ضمنها مذكرات خاصة ببن جوريون نفسه. وفي اللحظة دي هارائيل تأكد بنسبة 100% إن إسرائيل بيير جاسوس واتقبض عليه فورا. لكن المفاجأة إنه في التحقيقات أنكر كل حاجة وتمسك بالرواية اللي الكل فاكرها عنه. أما بن جوريون فكان في حالة ذهول تام، اتصدم صدمة عمره لدرجة إنه امتنع عن الكلام لمدة 3 أيام، لأنه ما كانش متخيل إن صديقه المقرب ممكن يعمل فيه كده ويخونه. ده غير إن الفضيحة دي خلت هيبة بن جوريون في الأرض. أما بيير فالتحقيق معاه استمر شهر كامل ومحدش كان عارف ياخد منه حق ولا باطل. عشان كده هارائيل أمر عملائه في النمسا وأوروبا إنهم يبحثوا عن إسرائيل بيير ويجيبوا له قراره في أسرع وقت. وبعد أيام من البحث هارائيل دخل على بيير وواجهه بكل الأدلة اللي عنده وقال له أنا عرفت كل حاجة، أنت لا يهودي ولا دخلت الأكاديمية العسكرية في يوم من الأيام ولا أخدت الماجستير اللي كنت دايما بتتكلم عنه. والمفاجأة بقى إن اسمك الحقيقي مش إسرائيل بيير، أنت شخص لص وحرامي. أنت انتحلت شخصيته بعد ما خلصت على الراجل الحقيقي، وقدام الأدلة اللي كانت زي السكاكين إسرائيل بيير انهار واعترف بكل حاجة وقال بصوت هادي أنا مش يهودي. وحكى إنه في سنة 1936 تم استدعائه من المخابرات السوفيتية وطلبوا منه يروح فلسطين عشان يتجسس على العصابات اليهودية واللي كانت وقتها مجرد ميليشيات متفرقة ودربوه على أعلى مستوى. بس حتى السوفييت ما كانوش متخيلين إن العصابات دي هتتحول في يوم من الأيام لدولة فعلية. ولما الكيان اتأسس جاله أمر مباشر، كمل شغلك واستمر في التجسس. هارائيل قال له طيب وبالنسبة لماريا بتتجسس لحساب مين؟ وهنا بيير اتصدم جدا لأنه ما كانش يعرف إن ماريا بتستغله وتم القبض عليها. وكانت صدمة للجميع لما اعترفت وقالت لهم إنها كانت بتتجسس لحساب المخابرات المصرية. وفي النهاية تمت محاكمتهم هما الاتنين واتحكم على إسرائيل بيير بالسجن لمدة 10 سنين، أما ماريا اتحكم عليها بالسجن لمدة 1 سنة. وبعد 4 سنين من اللي حصل إسرائيل بيير اتقتل وهو جوه السجن، وفي ناس بتقول إنهم اتخلصوا منه وإنه موته ما كانش طبيعي. الغريب بقى إنه مات من غير ما يقول عن هويته الحقيقية عشان تكون قصته من أغرب وأعقد قصص الجواسيس. وبكده تكون نهاية حلقتنا، ولو كنت مكمل معايا الفيديو لحد النهاية ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتعمل لنا لايك. السلام عليكم.